تصريح خطير من أمير قطر الشيخ تميم يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد الفضيحة التحكيمية التي ارتكبها الحكم الأردني والفار في حق المنتخب الجزائري أمام الإمارات، ويتخذ قرارا تاريخيا ويهدد الفيفا بإلغاء كأس العرب. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الجزائر ظلمت تحكيميا فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات العدالة للجزائر، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد أن سرقت العدالة وتحول التحكيم من حكم إلى خصم، جاء التدخل الحاسم، قرار غير مسبوق من أمير قطر يهز الشارع الرياضي العربي ويضع بطولة كأس العرب كلها على المحك. عندما يظلم منتخب بحجم الجزائر لا يمكن للصمت أن يستمر ولا للبطولة أن تستكمل وكأن شيئا لم يكن. فقد صرح أمير قطر الشيخ تميم وأدلى بتصريحات لوكالة الأنباء القطرية وقال: ما حدث للمنتخب الجزائري أمام الإمارات في كأس العرب لا يمكن وصفه بخطأ تحكيمي عادي ولا بسوء تقدير لحظة، بل هو ظلم واضح فاضح ومؤلم، وأنا لا أستطيع أن أقف متفرجا أمام ما شاهدته بعيني وما أكده لي أهل الاختصاص بعد ذلك. في الشوط الأول من المباراة سجل المنتخب الجزائري هدفا صحيحا واضحا لا لبس فيه، وقد احتسب الهدف في أرض الملعب من حكم الساحة، وهذا بحد ذاته دليل على سلامة القرار الأول، لأن الحكم كان قريبا من اللقطة ورأى التمركز والتوقيت. لكن الصدمة جاءت من غرفة تقنية الفيديو الفار التي تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل دون أن تقدم تفسيرا مقنعا ودون أن نشهد تلك الشفافية التي وعدنا بها عند إدخال هذه التقنية. لقد شاهدت هذه اللقطة شخصيا من أكثر من زاوية وبإعادات متعددة وبسرعات مختلفة، وتأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن لاعب المنتخب الجزائري الذي سجل الهدف كان متساويا تماما مع آخر مدافع وعلى نفس الخط لحظة لاعب الكرة. وهذا حسب قوانين كرة القدم الواضحة والصريحة ليس تسللا، بل هدف شرعي 100%، وكان يجب أن يحتسب للجزائر دون أي نقاش. ما أدهشني وآثار استغرابي الشديد هو كيف يمكن لغرفة الفار وهي تمتلك عندما يكون اللاعب على نفس الخط وعندما لا يوجد فارق ملموس، فإن مبدأ الإنصاف يفرض احتساب الهدف لا البحث عن مليمترات وهمية لإقصاء فريق. وأقولها بكل صراحة، قرار إلغاء هدف الجزائر كان قرارا ظالما ومؤثرا وغير مجرى المباراة بالكامل، وأثر نفسيا وذهنيا على اللاعبين وعلى جماهير كانت تؤمن بعدالة المنافسة. أنا اندهشت، نعم اندهشت بشدة، لأن ما رأيناه لا ينسجم مع مستوى بطولة تقام باسم العرب ولا مع القيم الرياضية التي نحرص عليها. المنتخب الجزائري لم يطلب امتيازا ولم يطلب مجاملة، بل طلب فقط حقه المشروع داخل الملعب، وهذا الحق سلب منه بقرار غير عادل. وعندما تلغى أهداف صحيحة بهذه الطريقة فإن السؤال يصبح مشروعا: هل الفار هنا وجد لخدمة كرة القدم أم للتأثير على نتائجها؟ هذه ليست وجهة نظر عاطفية، بل قراءة تحكيمية قانونية أكدها لي مختصون في التحكيم بعد مراجعة اللقطة، وأجمعوا على أن الهدف الجزائري كان صحيحا وأن قرار إلغائه لا يستند إلى القانون. من هنا أقولها بوضوح: ما تعرضت له الجزائر في هذه اللقطة وحدها كاف لفتح علامات استفهام كبيرة حول إدارة التحكيم في هذه المباراة. وإذا كان إلغاء الهدف الجزائري قد فتح باب الشك، فإن احتساب هدف المنتخب الإماراتي أغلق باب الصمت نهائيا، لأن ما حدث في تلك اللقطة لا يحتمل أي تبرير. في لقطة هدف الإمارات لعب أحد لاعبي الإمارات الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، وعند وصول الكرة اصطدمت بذراع لاعب إماراتي بشكل واضح، ثم تغير مسارها وذهبت إلى زميله الذي سجل الهدف. هذه ليست حالة رمادية ولا لقطة تحتاج إلى اجتهاد معقد،